ازاي نبعد عن تكون الجلطات ونحافظ على صحتنا؟ الجلطات دي بتكون نتيجة لتكتل الدم في الأوعية الدموية، وده بيسبب مشاكل خطيرة جدا زي السكتات القلبية والدماغية. أول حاجة لازم ناخد بالنا منها وهي أكلنا. نحاول نقلل من الأطعمة الدسمة والدهون اللي بترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وخلينا نضيف أكتر من الفاكهة والخضار في نظامنا الغذائي، لأن ده بيساعدنا في تنظيف الأوعية الدموية ويحسن من تدفق الدم. تاني حاجة ممارسة الرياضة بتقلل من احتمالية تكون الجلطات، لأنها بتساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التكتلات في الأوعية الدموية. تالت حاجة مهم جدا نحافظ على الوزن المثالي، لأن الوزن الزيادة بيزود من تكون الجلطات، فنحاول نمشي على نظام غذائي صحي. وخليك فاكر ان الاهتمام بصحتك بشكل عام مهم ليك، ولازم تعمل فحوصات دورية لضغط الدم ومستويات الكوليسترول عشان تكون عارف اذا كان في اي مشاكل وتتعامل معاها من البداية، وبكده نقدر نحافظ على صحتنا ونقلل من تكون الجلطات بشكل كبير.